الزمالك هيبص لك بنظره الغلبان، وهو هيعمل فيها حمدان، تقوم مديله فوق دماغه زي ما حصل قبل كده معانا لما اتغرينا في السوبر الافريقي اللي فات وخدوه مننا بضربات الجزاء، زي ما حصل معاهم ساعه القاضيه وكانوا نافخينها وخدوا على دماغهم بالقاضيه. ممكن نفس السيناريو ده اللي هيحصل ان شاء الله، وهنفكر بعض بيه. الزمالك هيخش منفوخ واحنا نفرقعه عشان هو بالونه، وهو عارف قيمه نفسه الحقيقيه قدام الاهلي. ده في فرق قلقت لما الاهلي كسب وبدأ يطلع تاني ويظهر والنقط تزيد ويطلع من القاع اللي احنا كنا صعبان علينا الاهلي فيه، لان مش ده النادي الاهلي. الاهلي رقم واحد، غير كده ما بيظهرش. وانا بقول لسه الاهلي كتير عليه عقبال ما يرجع لمستواه، لان مش ده المستوى المرغوب. ده احنا قبل كاس العالم لما كنا بنلعب الست ماتشات بعد ما مشينا كولر كان اداءنا احسن من كده، وما كانش عندنا كل اللعيبه القويه دي. لما يكون عندك التيم ده مش هتقدم الاداء القوي والمرغوب فيه؟ لا طبعا، مش هنقبل غير باداء قوي. وللفريق ده لازم يرجع يكسر الدنيا، ولازم يرجع على المسار الصحيح والطريق الصحيح. غير كده مش هنقبل بالاداء ده. بجد الاهلي لسه محتاج الفوقه الكبيره، وانا بقول يا رب تيجي على ماتش الزمالك اللي بعد ماتش حرس الحدود اللي بعد الجاي. ان شاء الله نكسب حرس الحدود ونبقى 12 نقطه، ونطلع في الاربع خمس فرق وناخد الزمالك دب. وانا بقول حاسس ان ماتش الزمالك هو اللي هيرجعنا، ومن بعديها هناكل الاخضر واليابس.